السلام عليكم. النهارده هحكي لكم حكايه حصلت لي، وهقول لكم في الاخر انا اتعلمت منها ايه. في مره من المرات كنت في مشوار ليا يعني، وبعدين فراكب مواصله اللي هو المينيباص اللي هو حوالي 30 راكب تقريبا والكلام ده. فراكب في المواصلات، فالاتوبيس ده زحمه، ففي ناس واقفه في الطرقه بتاعه الاتوبيس. فالسواق كل شويه ينادي، طبعا خش جوه يا اساتذه، خش جوه عشان الناس تدخل جوه، يدخل زباين جديده. فبيملى الاتوبيس، فكل شويه اول ما يقف ويركب حد، يا سمحتوا يا جماعه الناس كلها تدخل جوه، ادخل جوه عشان الناس اللي داخله تركب. فالناس واقفه، فمن ضمن اللي واقفين بنتين ركبوا، بنتين مدارس كده صغيرين يعني، تقريبا في ثانوي، تقريبا اولى ثانوي حاجه كده، لابسين لبس مدارس يعني. وبعدين فالراجل عمال يقول، السواق عمال يقول لو ادخلوا جوه، ادخلوا جوه، كل يدخل جوه، كل يدخل جوه. فالناس بتحاول تدخل، ماشي، الناس مزنوقه جدا. فالمهم البنتين دول ما بيتحركوش، فالراجل عمال يقول لهم، يقول ادخلوا جوه يا اساتذه، ادخلوا جوه يا. المهم الناس بتحاول ودول ما بيتحركوش. فالراجل بدأ يتنرفز، ادخلي جوه يا انسه انت وهي، ادخلي جوه يا انسه، وهم يعني ما بيتحركوش من مكانهم. ففجأة الراجل بدأ يزعق، وبدأ يقول كلام صعب جدا، لدرجة انه تطاول عليهم وراح قال ادخلي جوه وشتم. فاللحظة دي راحت بنت رد عليه وقايله له انا لو شايفة كنت دخلت. موقف شايفة، اتضح ان البنات دول من مدرسة للمكفوفات، مش بيشوفوا. حالة من الذهول والصمت عمت على الاتوبيس كله. الراجل يعني سكت وما قدرش يتكلم من كتر يعني الاحراج، درجة هو بصراحة اعتذر والكلام ده، لكن الحالة اللي كنا فيها بصراحة معظم الاتوبيس او كل اتوبيس حالة من الأسى والزعل، وإن إزاي البنات دي اتعرضت للموقف ده كده وهم لا حول لهم ولا قوة والكلام ده. فعلا الموقف كان صعب جدا 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 علينا، تأثيره البنات كانت في حالة يعني ازاي ان نوصلها تنطق الكلمة دي والكلام ده بأسى وزعل، خلانا فعلا تعبنا جدا يعني، زعلنا جدا نفسيا. طيب الموقف ده علم الواحد ايه؟ علم الواحد ان انت تدي اعذار للناس كلها. واحد قاعد في الاتوبيس وما قامش، ماليش دعوه. واحد ما اتحركش، ماليش دعوه، الله اعلم بيه. واحد ركب في المواصله وما ركبنيش، ماليش دعوه. واحد انا عندي مناسبه وما جاليش، الله اعلم بظروفه. واحد مش عارف كنت تعبان وما جاليش، الله اعلم بظروفه. بقى وصلت لدرجه ان ادي عذر لاي حد، ما اعرفش ظروف الناس، ما اعرفهاش، ايه اللي حصل له الله اعلم بيه. فكان موقف فعلا فعلا اثر في الواحد تاثير جامد جدا. ايه هو بقى؟ ان انت ما تعرفش الناس ظروفها ايه، ادي الاعذار للناس مهما حصل، ما جالكش لاي ظروف، ادي الاعذار للناس. بس كده، السلام عليكم.